أين فقدت قلبك؟ إيه اللي خلاك تبقى عامل كده؟ إيه الداعي اللي خلاك تختار الطريقة دي عشان تكون متعامل بيها مع اللي حواليك؟ لما كنت بتعمل حاجة كويسة في بيتكم كانت ايه الطريقة اللي انت بيقول لك برافو او بتتكافئ بيها؟ ايه طريقة العقاب اللي اتربيت بيها؟ في بيوت يمكن كان فيها ضرب، كان فيها اهانة، في بيوت تانية يمكن كان فيها ان الاب بيبص لك كده يقول لك ان شاء الله مش عارف انت بتعمل كده ليه، ويمشي ويسيبك. كمان تحديد المعيار في بيتكم، يعني النهارده المعيار في بيتكم كان المقارنة ولا التطور؟ يعني كنت تبقى شاطر امتى؟ لما تبقى تجيب احسن من اللي حواليك، لما يبقى معاك اكتر من اللي حواليك، لما تبقى بتنطق اكتر من اللي حواليك. التعامل مع المال، مين اللي بيصرف كان في البيت؟ الاب ولا الام؟ مين المتحكم؟ مين المسيطر؟ السؤال ان انت عمرك وانا كمان عمري ما وقفت وسالت هو لما ابويا عمل كده او لما دي الطريقه اللي كانت في بيتنا انا كانت ايه الرساله اللي بتوصلني؟ في رؤيا 23 ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح ادخل معه واتعشى معه وهو ايه معي. ان ايه؟ ان فتحه. الشرطيه هي اختيارك، هي ان انت تقول يا رب انا عايزك تكون تيجي مرة تاني تزور قصتي، تفكرني بالأحداث، تعدي معايا على إمتى اتخبطت، إن إحنا نرجع تاني ونكتب قصتنا، بس أكتبها في محضر الله. وفي محضر الله معناها إن أنا أبقى الذاكرة عندي منتعشة متركزة، قادر أكون بكتب وبلاقي الحاجات. وصدقوني دي رحلة العمر، تكتبها مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة بتكتب هتلاقي ربنا بيشارك معاك حاجات. الله ينتظر إنه يدخل لعالمنا لقصصنا، يقرع على إدماناتنا، يقرع على تصنعنا، يقرع على الوقت والموقف اللي حصل فيه التصنع والخبطة، يقرع على أين فقدنا قلبنا. وبيحتاج إنك تقول له تعالى واكشف ليا إيه اللي حصل امتى.